بعد الحكم اللي حصلت عليه الفنانة زينة ضد جوزها الفنان أحمد عز بإلزامه بدفع 21,000 جنيه استرليني كمصروفات مدرسية لولاده التوأم، ناس كتير حبت تعرف هيدفع ولا هيستأنف، وإيه حجم ثروته الكبيرة، ويا ترى أحمد عز هيعمل إيه بعد إلزامه بدفع مصروفات ولاده بالعملة الصعبة، وإيه قصة الثروة الكبيرة بتاعته، ومحامي زينة قال إيه عن رصيده في البنوك. أنا ماريا مجدي ويلا بينا نعرف الحكاية دي في الفيديو ده. محكمة مستأنف مدينة نصر كانت أصدرت حكم جديد لصالح الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز بإلزامه بدفع مبلغ 20,552 جنيه استرليني، يعني بما يساوي 600,000 جنيه مصري، وده مصروفات دراسية للتوأم من الفنانة زينة زين الدين وعز الدين. وقبلها محكمة الأمور الوقتية كانت رفضت الدعوة المقامة من عز اللي طالب فيها بتحويل ولاده التوأم من المدرسة البريطانية لمدرسة تانية تكون مصاريفها أقل شوية، على اعتبار إن أمهم هي اللي وصية عليهم ولقدرة أبوهم المادية على الدفع. القضية دي كانت شاغلة الرأي العام كله بقالها 9 سنين، وكان فيها مفاجآت كتيرة، أهمها إن معتز محامي الفنانة زينة استند في إثبات حقوق التوأم بإن أحمد عز دخله كبير، وده من خلال الأعمال الفنية اللي بيشارك فيها. وفي السنة اللي فاتت بس حصل عز من أعماله الفنية والإعلانية على مبلغ 23,157,894 جنيه مصري، وده في سنة واحدة، وده رقم كبير جدا، فما بالك بقى بباقي فلوسه. محامي زينة في قضيته قال إن الملايين دي كلها دخلت حساب عز من خلال عقد عمله مع شركة المحمول مقابل المشاركة في حملتها الإعلانية، وبمراجعة الضرائب المحكمة اتأكدت من صحة الأوراق والأرقام اللي قدمها المحامي في الدعوة كشف إن عز شارك في حملة إعلانية تانية غير حملة شركة الموبايل، وده من خلالها أخذ أجر قيمته 8 مليون جنيه، ده غير مشاركته في فيلم كيرة والجن اللي تقاضى عنه أجر قيمته 4,022,400 جنيه مصري، بالإضافة لفيلم العارف اللي حصل من خلاله على أجر 3,312,900 جنيه. والضرايب قالت إنه شارك في عمل فني ثالث أخد منه مبلغ 4 مليون جنيه، وكل الكلام ده خلال السنة الحالية بس اللي هي 2022. قضية عز وزينة فتحت باب النقاش حوالين ثروة عز الكبيرة، لأنه في سنة واحدة دخل في حسابه الشخصي كل الملايين دي. علشان كده محكمة أول درجة السنة اللي فاتت ألزمت عز بدفع نفقة شهرية بقيمة 30,000 جنيه لولاده التوأم، وده مبلغ بسيط جدا بالنسبة لدخله الكبير من شغله الفني. محاكم الأسرة المصرية على مدار 9 سنين شهدت صراعات كبيرة بين عز وزينة، ورغم كل السنين دي القضايا الكتير اللي بينهم لسه ما انتهتش ومستمرة لحد دلوقتي ما بين محكمة الأسرة بمدينة نصر ومجمع محاكم التجمع الخامس ومحكمة مصر الجديدة بتعدد الجلسات والدعاوى بين الطرفين. طبعا مواقع السوشيال ميديا كان فيها حالة جدل كبيرة جدا بعد ما أعلنت الفنانة زينة سنة 2014 إنها اتجوزت الفنان أحمد عز في شهر يونيو سنة 2012 وخلفت منه التوأم زين الدين وعز الدين في شهر أكتوبر 2013. لكن المفاجأة إن عز أنكر كل ده وأقسم بالله ما ولادي، لكن المحكمة عملت تحليل البصمة الوراثية DNA، وفي 25 يونيو 2015 حسم القضاء المصري الأزمة وأثبت نسب التوأم ليه بصفته أبوهم الشرعي بعد ما تخطى عمر الصغيرين 1.5 سنة، وتضمن الحكم الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة. محامي زينة قدم للمحكمة حافظة مستندات تضمنت ثروة أحمد عز اللي تجاوزت 125 مليون جنيه، تنوعت مصادرها ما بين ممتلكات عقارية وأموال سايلة ومشروعات تجارية، منها قصر في منطقة لاراف ثمنه حوالي 7 مليون جنيه، وفيلا في العين السخنة في ماونتن فيو، وواحدة تالتة في الساحل الشمالي، وفيلا في بالم هيلز الشهيرة بمدينة الصفوة، ده غير مشروع تجاري في دبي بالملايين، ودور كامل في مشروع القطامية هايتس بمبلغ 4,000 دولار شهريا، ده غير مشروعات تانية وأموال تانية وما خفي كان أعظم. أخيرا إيه رأيكم في الفيديو ده؟ يا ترى أحمد عز هيستأنف تاني ولا هيدفع بالعملة الصعبة زي ما قررت المحكمة؟ ورأيكم إيه في ثروته؟ وليه مستخسر يدفع لأولاده مصاريفهم الدراسية رغم إنه خد الملايين دي كلها في سنة واحدة؟